تفاصيل قصة الحب بين الملك عبد الله والملكة رانيا. وقع في حبها من أول نظرة واتعلم الطبيخ عشانها. من أول نظرة وقع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في غرام الملكة رانيا، لما جمعتهم صدفة قدرية على العشاء بفضل أخته الأميرة عائشة، اللي ما كانش في بالها خالص ان اليوم ده يكون مصيري في حياة اخوها. والغريب ان البنت اللي انبهر بيها وقتها صدته في الاول ورفضت تقابله، رغم ان غيرها الكتير كانوا يتمنوا بس يشوفوه عن قريب. بس رفضها ده كان دافع قوي للامير الشاب وقتها عشان يقرب منها. قصة حب الملك عبد الله والملكة رانيا من اشهر قصص الحب الملكية في العالم. عبد الله الثاني ابن الحسين الهاشمي هو اول ابناء الملك الحسين، ابن طلال من زوجته الثانية اللي أصولها إنجليزية وهي الأميرة منى الحسين. تولى عرش المملكة الأردنية سنة 1999 بعد 6 سنوات من زواجه من رانيا الياسين. رانيا فيصل الصدقي الياسين اتولدت في الكويت سنة 1970. أبوها دكتور أطفال والأم اسمها إلهام، كانت ربة منزل. خدت رانيا الإعدادية والثانوية في الكويت، وسنة 1991 أخذت بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، واشتغلت الأول في كام بنك وبعد كده في شركة أبل في عمان اللي عن طريقها وصلت لعرش المملكة. وفي شهر أغسطس 1992 خدت ضابط عبد الله اللي قائد كتيبة مدرعات ملكية في معسكر صحراوي أجازة لمدة يوم واحد بعد شهرين كاملين كان بينام فيهم في الخيام بعد مناورات وتدريبات ميدانية صعبة جدا. وكان كل حلمه في اليوم ده إنه ياخد دش دافي وينام على سرير مرتاح، فخلع بدلته العسكرية ولبس قميص بسيط وحزام خفيف. أخد عربيته وطار على عمان. مجرد إنه وصل البيت وعرفت أخته الأميرة عائشة إنه رجع عمان في أجازة، اتصلت بيه وعزمته على العشاء، خاصة إنها ما كانتش شافته من فترة طويلة. وبعد ما كان خلاص هيعتذر في ثواني تراجع عن قراره وقال لنفسه دي فرصة إني يستمتع بعشاء لذيذ بعد شهرين كاملين كان بيأكل فيهم فاصوليا ومكرونة اسباجيتي. وتقريبا كده كان ده أحلى تراجع عن قرار حصل في حياة الملك عبد الله، لأنه كان على بعد لحظات منه يقابل حب عمره الأمير الشاب زي ما وصف نفسه في كتاب فرصتنا الأخيرة. كان وشه زي الرغيف المحمص من تأثير شمس الصحراء، وطبعا كان رايح بيت أخته بالهدوم البسيطة اللي مشي بيها من المعسكر، واللي ما كانش في باله طبعا إنه يقابل ضيوف. وعلى سفرة العشاء لفتت انتباهه بنت جت مع أحد من زملائها من شركة أبل، واللي كانت الأميرة عائشة دعياها على العشاء. البنت دي كانت رانيا الياسين، جمال رانيا اللي كان على مشارف 22 سنة. سحر الأمير من أول نظرة، مش بس جمال ملامحها لا كمان ثقتها بنفسها ورصانتها وردودها وذكائها وأناقتها. كل ده حصل من حديث سريع على السفرة. بس زي ما قال وقتها أتمنى إنه يشوفها تاني، وفعلا قدر يوصل لرقم تليفونها في الشغل واتصل بيها وقدم لها نفسه، وبشكل مباشر كده عرض عليها الملك عبد الله ان هما يتقابلوا. فكان ردها صارم بالنسبة له لما قالت له انا بسمع عنك كلام. قبل ما تكمل جملتها قاطعها الملك وقال لها انا ما اقدرش اقدم لك نفسي اني ملاك، واكيد نص اللي انت سمعتيه عني اقل تقدير واحد مجرد حكاوي فارغة. واخد وعد منها انها تفكر في الموضوع. فترة طويلة عدت وعقل الامير عبد الله مش مبطل تفكير فيها ومش لاقى اي طريقة بيها يشوفها، خاصة ان هي ما ردتش عليه. فكر الملك عبد الله يلجأ في صديق مشترك، وكان هو توفيق قاعور. طلب منه ان يمر عليها في مكتبها عشان يحاول يقنعها ان هي تقابله ويأكد لها صدق نواياه، وبرضه ساعتها رفضت تقابله. ما هو بيكون التقل صنعة. توفيق رجع وكان محرج جدا من الامير عبد الله بعد ما فشل في اقناع رانيا ان هي تقابله، بس اكتشف تفصيلة صغيرة، تفصيلة ذكية تخليها توافق. وهي لما عرف خلال قعدتها معاها على السفرة انها من عشاق الشوكولاتة. وفعلا مر كام يوم وراح توفيق مكتبها تاني ومعاه علبة شوكولاتة بلجيكية، علبة فاخرة بعتوا بيها الامير عبد الله، وكان مفعول علبة الشوكولاتة مفعول السحر. ما قدرتش رانيا ساعتها ترفض تقابله، واخيرا وبعد 3 شهور من المحاولات عزمها على العشاء. والمفاجأة ان الامير عبد الله قرر يطبخ لها بنفسه، مش بس عشانها لكن تجربة أكل الصحراء المعلب كانت قاسية جدا عليه. فقرر إن هو يختبر نفسه وعمل لها العشاء بإيده، وده كان مفتاح جيد جدا لطريق قلبها لما تعرف إن الأمير بنفسه طبخ ليها بإيده. ومن هنا بدأ الإعجاب المتبادل، ومن مكالمة في يوم إلى مكالمات كل يوم. وعاش الأمير
ورانيا قصة حب قوية جدا بعيدة عن عيون. وفي يوم 30 يناير قرر الأمير، وده كان سنة 1993، قرر الأمير عبد الله يعرفها على عيلته، فعزم رانيا في عزومة على حفلة عيد ميلاده. ولما قعد والده الملك الراحل الحسين بن طلال جنبها حصل له نفس السحر والانبهار اللي حصلوا بالظبط للأمير عبد الله في كل مرة شافها فيها. وزي ما قال الملك عبد الله في كتابه، اندهش بذكائها وسحرها لدرجة انه في نفس الليلة اتصل بيه وقال له عاوزني امتى اجي معاك اخطبها لك. اللحظة دي كانت الحاسمة لما قرر الأمير عبد الله يعرض عليها الزواج، فخدها لمكان يحبه جدا، هو جبل على أطراف عمان اسمه جبل الرمال. وأول ما نزل من العربية عرض عليها الجواز، وطبعا سكتت، وطبعا السكوت علامة الرضا. وبعد أسبوعين بالظبط كان الملك الحسين وابنه في زيارة رسمية لبيت آل ياسين عشان يطلبوا إيد بنتهم رانيا آل ياسين. وفعلا تم الإعلان عن خطوبة رسمي، وفي 10 يونيو 1993 توج حب المحبين عبد الله ورانيا بالزواج قدام الدنيا كلها بحفل زفاف ملكي من الدرجة الأولى، حضروا معظم رؤساء وملوك العالم. وبعد الزواج حصلت رانيا على لقب الملكة رانيا العبد الله، وده طبعا بعد ما تتويج الملك سنة 1999، وأخذت لقب ملكة الأردن. أنجبت الملكة رانيا 4 أبناء من ولي العهد عبد الله الحسين، ابنهم الأول ولي العهد الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم. من أجمل قصص الحب قصة حب الملكة رانيا والملك عبد الله الحسين التي يشهد لها العالم بالاستقرار والوفاء، كما يشهد العالم بجمال الملكة رانيا بأدبها وأخلاقها ومواقفها الجميلة. ربنا يديمها عليها يا